بيبدأ الفيلم بفريق من المخابرات وبيكونوا في طيارة هليكوبتر وبيتكلموا ان الاشتباك هيكون بعد دقايق ومتاح لهم انهم يستخدموا الذخيرة الكهربائية بس، وده لان المخابرات البريطانية عايزاه حي علشان يستجوبوه، وان الهدف موجود جوه صندوق نحاسي وكل المنظمات الارهابية بتدور عليه. وبنعرف ان هم في مهمة لتأمين صندوق فيه فيروس خطير، ولما بينزلوا من الطيارة بيدخلوا جوه مبنى بترمي واحدة من الفريق واللي بيكون اسمها هاتي قنبلة، وبيبدأ الاشتباك بين الفريق والعصابة اللي معاها الصندوق. وبتدخل هاتي للعربية اللي فيها الصندوق وبتفتحه وبتقدر تشغل النظام وبتاخد العينة واللي بتكون هي الهدف. لكن بيدخل واحد للمكان وبيكون اسمه ريك ستون وبيعرفهم ان هو من المخابرات البريطانية، وبيكون نصه انسان ونصه التاني آلي، لكن بيوجه كل اسلحتهم عليه وهو بيشتبك معاهم وبيقتلهم واحد ورا التاني. ولما هاتي بتضربه بالمسدس بيتفادى طلقات النار بايديه ومش بيحصل له اي حاجة، وبيجري عليها لكن هي بتقفل صندوق العربية عليها وبتهرب قبل ما يقبض عليها، وبيفضل يضرب عليها نار والعربية بتتقلب. ولما بتفتح الصندوق بتلاقي ان الكبسولة اللي معاها لازم تتحقن، وبتضطر انها تحقنها جواها وبتكون عبارة عن فيروس، وبالشكل ده بتكون في خطر لانها حقنت نفسها بفيروس وبتطلع تجري. ولما بيدخل ريكستون للعربية وبيفتح الصندوق بيعرف انها حقنت نفسها بالفيروس، وبيروحوا له 3 من رجالته وبيعرفهم ان في واحدة حقنت نفسها بالفيروس وهربت ولازم يجيبوها حية. وبنشوف 2 وهم بيصحوا من النوم واللي بيكون اسمهم هوبس وشو، وكل واحد منهم بيكون في دولة مختلفة ولنظام معين بيقوم بيه، لكن الاتنين بيكونوا بيشتغلوا نفس الشغلانة، وهنعرف بعد كده ان هما بيكرهوا بعض جدا. وبنشوف هوبس واللي بيكون ضابط سابق في المخابرات وبيكون قاعد مع بنته الصغيرة في مطعم، وبيدخل عليهم ضابط من المخابرات وبيعرفوا ان في فيروس خطير اتسرق من ضابطة شغالة في المخابرات، ووصل لهم معلومات ان هي قتلت الفريق كله وهربت بالفيروس، وبيطلب منه يدور عليها وان في عميل سر في لندن هيساعده في المهمة دي، لكنه بيفضل انه يشتغل لوحده. فبيوري له الضابط صورة العالم اللي صنع الفيروس، ولما بيسأله هوبز عن مكانه بيعرفوا ان هو مختفي وملوش اي اثر. وبالنسبة لشون بنشوفه وهو بيقابل امه في السجن وبيقول لها بكلمة واحدة منك هخرجك من السجن، لكن هي بترفض وبتعرفه ان هي واخدة فترة استراحة، وبتسأله لو هو تواصل مع اخته فبيقول لها لا، فبتدي له حاجة في ايديه من غير ما حد ياخد باله، فبتقول له يتواصل معاها لان هو اخوها الكبير مهما حصل. ولما بيخرج من عندها بيقابله ضابط وبيعرفوا على هاتي وان هي من المخابرات وسرقت فيروس، والفيروس ده لو انتشر هيقتل الناس خلال 72 ساعة بس، والكل هيعتبرها خاينة لان هي قتلت زمايلها، ومهمتك تلاقيها علشان نحميها وناخد منها الفيروس. ولما بيعرفوا ان في عميل سري من امريكا هيساعده ما بيكونش راضي تماما عن كده، ولما بيكلم الضابط اللي في امريكا بيقول له ان هو قلقان منهم لما يعرفوا ان هم هيشتغلوا سوا، وده لانهم بيكرهوا بعض جدا، ولكن للاسف مصير العالم كله في ايديهم دلوقتي. وبالفعل لما بيقابلوا بعض بيفضلوا يتخانقوا ويشتموا بعض، وبنشوف ان هم مش متفاهمين خالص وان كل واحد بيستهزأ بالتاني ورافض يشتغل معاه. وبعدها بيطلب هوبز يراجع كل الكاميرات اللي موجوده جنب مكان السرقه وبيقدر يحدد مكانها، وبتكون هاتي عرفت ان المخابرات اتهمتها في قتل كل الفريق بالرغم ان ريك ستون هو اللي قتلهم، وبتحط قنبله قدام باب شقتها علشان لو حد اتهجم عليها، وبتخرج بره البيت وبتقدر انها تتنكر وبتلبس باروكه علشان ما حدش يتعرف عليها. بعدها شو بيقدر يوصل لبيتها وبياخد حذره من القنبله وبيعرف اماكن الاسلحه السريه اللي هي مخبياها. ولما بيفتح الترابيزه بتاعتها بيلاقي فيها لابتوب وبيحاول يفتحه، لكن فجاه بيهجم عليه مجموعه مسلحين وبيكونوا تبع ريك ستون وبيقولوا له يرفع ايده، فهو بياخد مسدس وبيضرب عليهم نار. وبيقدر هوبس يوصل لهاتي وبيقول لها ان الكل بيدور عليها وشايفينها خاينه. ولما بيسالها عن مكان الفيروس بتمسك الخوذه وبتضربه بيها على راسه، ولما بتحاول تهرب بيوقفها وبيشيل الباروكه من على راسها وبيحاول يوقفها رغم ان هي بتهاجمه وبتحدفه باي حاجه قدامها. وشو هو كمان بيتخانق مع رجاله وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيقدر هوبس يسيطر على هاتي وبيشيلها بايد واحده وبيرفعها لفوق وبيقول لها لازم نتكلم. وشو بعد مشاجرات عنيفه بيقدر يضرب الرجاله ويخلص عليهم، لكن بيلاحظ ان القنبله اتحركت من مكانها وبيجري يمسكها قبل ما تنفجر. وبيبدا هوبس يحقق مع هاتي وبيسالها هي مخبيه الفيروس فين، وهي بتقول له انه ملوش حق يسالها عن حاجه او يحقق معاها لان هو مش ظابط، لكن هو بيعرفها ان هو مطلوب منه يحقق معاها، وهي بتنكر معرفتها بوجوده. وكمان بتقول له ان هي ما قتلتش حد من الفريق، وهو بيقول لها ان هو مصدقها، فبتساله هو مصدقها ليه، فبيعرفها لما هم كانوا بيتخانقوا انها ما كانتش بتحاول انها تقتله لكنها كانت عاوزه تهرب وخلاص. وبتجيله مكالمه من بنته وبيوكل ظابط يراقبها كويس وبيقول له لو حاولت تهرب اضربها بالنار. وبيخرج يكلم بنته وبتساله لو قدر يقبض على الجاسوسه، وبنشوف هاتي وهي بتفك الكلبشات اللي في ايديها بالسلسله بتاعتها وبتضرب الظابط بالكرسي. وكل ده هوبس بيكلم بنته وما بيكونش واخد باله. وفي نفس الوقت بيوصل شو للمكان، ولما هوبس بياخد باله بيجري عليها وهي بتهدده بالمسدس وبيحاول يسيطر عليها، وبيدخل شو بيهددهم بالمسدس وبيقول لهاتي ان هو جاي ينقذها، وبتعرفه ان هي مش عاوزه حمايه من حد. وشو بيعرف هوبس ان هاتي تبقى اخته وان المكان هنا خطر عليهم ولازم يهربوا، فبيكون هوبس
مصمم ان هو يعرف مكان الفيروس، وبيتصدموا لما هي بتوريهم ايديها وبتقول لهم ان هي الفيروس وان هو جواها ولازم تخرجوا من جواها قبل ما تموت، وبتروح عشان تهرب من الشباك. لكن بيتكسر الازاز فجأة من حواليهم وبيدخل ريكستون ورجالته وبيضربوا عليهم نار، وهوبس وشو بيستخبوا ورا الترابيزات، وريكستون بيشيل هاتي واللي بتكون فقدت الوعي وبيهرب بيها من الشباك. فبيخرج هوبس وشو بيخلصوا على الرجالة وبيقرروا ان هم ينطوا ورا ريكستون. فبينط هوبس لكن شون بيضحك عليه وبينزل في الاسانسير، وبيوصل هوبس لريكستون في الاول وبيقعوا على لوح ازاز لكن اللوح بياخدهم وبينزل بيهم على الارض، وبيوصل شو للارض بالاسانسير وبيضرب في رجالة ريكستون، وهاتي بتكون فاته وبتحاول انها تهرب من المكان بسرعة، وشو بيضرب رجالة ريكستون وبياخد منهم السلاح وبيقتلهم بيه. وبيكون هوبس بيتخانق مع ريكستون لكن ريكستون بيكون قوي جدا وبيقدر يدرس ويحلل ضربات هوبس ويتفاداها، وبيضربوا شو بالنار لكن ما بيحصلوش حاجة وبيتصدم لما بيشوفه، وده لانه قتل قبل كده من 8 سنين ب3 رصاصات، واحدة منهم كانت في دماغه ولسه عايش. وبعد اشتباكات مع ريكستون بيقدروا يقلبوا عليه العربية وبيجروا وبيركبوا عربية شو، لكن ريكستون ورجالته بيطاردوهم وبيجروا وراهم بالموتوسيكلات، وبيعدي شو بالعربية من تحت شاحنة ضخمة، وريكستون بيقدر هو كمان يعدي وراهم، لكن في الاخر بيقدروا يهربوا منه باعجوبه، وده بيعصب ريكستون وبيقرر ان هو هيعلن الحرب عليهم. وبيروح ريكستون لمركز ايتون وبيعرفوا الموظف ان هو قدر يخترق الجهاز الرئيسي لكل وكالات الانباء وكل وسائل الاعلام. فبيقرر ريكستون ان هو يفضح هوبس وشو وبيلفق لهم تهمه وانه هينشر ان هم هجموا على وكاله المخابرات المركزيه، وبالفعل بيكون ده اتذاع في التلفزيون وبيشوفوه هوبس وشو في الشاشات اللي في الشارع، وشو بيعرفهم ان ريكستون متحكم في منظمه ايتون الاجراميه وانه عنده جيش من المرتزقه وبيجمعوا بيهم الفلوس بطرق مشبوهه، وانهم بيوهموا الناس بانقاذ حياتهم وتعزيز النمو البشري وتبديلها بالالات الالكترونيه. وهاتي بتقول لهم ان هي هتمشي وتروح للشخص المناسب اللي هينقذها علشان يخرج منها الفيروس، وبيوري لها هوبس صوره للدكتور اللي هي رايحه له وبيعرفها ان هو هربان، لكن شو بيعرفهم ان هو بيشتري جريده كل يوم وبيروحوا له وهو بيشتري الجريده وبيحاصروه. وبنشوف ريكستون وهو بيكلم الرئيس بتاعه واللي بيكون عباره عن آلة الكترونيه، والرئيس بيقول له ان هو لازم يحصل على الفيروس ويجند هوبس وشو لان هم هيكونوا مفيدين لمنظمه ايتون. في الاول ريكستون بيكون معترض لان هو بيكرههم، لكنه بيضطر يسمع كلام الرئيس لان هو انقذه لما خد 3 رصاصات قبل كده. وهوبس بيتكلم مع بنته فيديو كول وبيقول لها تاخد بالها من نفسها كويس الفتره اللي جايه وتفضل في البيت، وبيعرفها ان المخابرات دلوقتي بتتجسس على المكالمه، وبيعرفها ان هو بيحبها وبيقفل معاها. وهاتي بتسال اكتر تعمل ايه في الفيروس اللي جواها، وبيتفاجئ وبيسالها هو جواها من امتى، وبتعرفه ان هو من 30 ساعه. فبيقول لها ان الفيروس دلوقتي ناشط وخطير جدا وبسببه ممكن تموت البشريه كلها، وان بعد 42 ساعه الكبسولات هتدوب وتتعرض للعدوى، وبعدها الفيروس هينتشر في الجو وده هيسبب تلوث عالمي في خلال اسبوع واحد بس. فبيسالوه هو ليه صنع فيروس خطير زي ده، فبيقول لهم ان هو كان مفكر نفسه واحد من منظمه ايتون اللي هتنقذ العالم باستخدام العلم، وانه كان فيروس مسالم لكن هم طوروه وانهم قعدوا برمجته واستهدفوه لقتل الناس الضعيفه. وهوبس بيقول له بما ان الفيروس قابل لاعاده البرمجه يبرمجه، لكن الدكتور بيقول له انا مش هينفع اعيد برمجته وهو في جسمها. فبتساله هات ازاي تخرج الفيروس من جسمها، فبيعرفها ان في اختيارين، الاختيار الاول سهل والاخير اننا نقتلها ونحرق جثتها وده علشان الفيروس يموت، والخيار الاول ان في آلة تقدر تحافظ على حياتها وتستخرج الفيروس منها، لكن صعب جدا يوصلوا للآلة دي لان هي مستخبيه في مكان سري في منظمه ايتون، وانه محصن بواسطه الجيش، وانه مدفون في مكان مجهول جوه كوكب الارض. وشو بيعرفهم ان هو يعرف زعيمه عصابه روسيه خطيره جدا وان محدش هيقدر يقف قصاد اهدافها، وانهم هيروحوا لها علشان تساعدهم بامكانياتها. وبيقرر شو ان هم يسافروا للعصابه وهيوصلوا للجهاز باي طريقه، وبيعمل هويه جديده ليهم هم الثلاثه، وبيدخلوا المطار وهم متنكرين، لكنه بيكون عامل فخ لهوبس وبيكون عامل له هويه مجرم مطلوب للعداله، وبيتحاصر في المطار وما بيعرفش يطلع الطياره معاهم. فبتتفاجئ هاتي من فعل اخوها وبيقول لها ان هو عمل كده لان هو مش عاوزه يكمل معاهم لان هو بطيء وكان هيأخرهم، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا داخل الطياره بكل ثقه وبيقعد جنبهم. وبنشوف الدكتور اللي صنع الفيروس وهو رايح يركب عربيته، لكنه بيتفاجئ بريكستون قدامه. وفي الطياره هوبس وشو بيفضلوا يرخموا على بعض بالكلام، وبيكون شو خايف على اخته هاتي منه، لكن هوبس بيعرفوا ان كل مهمته دلوقتي استخراج الفيروس وبس ومش مهتم باخته، لكن شو مش بيقتنع وبيفضلوا يتجادلوا وبيكونوا لسه هيمسكوا في خناق بعض. بيتدخل ضابط سري راكب معاهم الطياره وبيراقبهم وبيقدر يحتوي الموقف وبيهديهم. وبنشوف ريكستون وهو معلق الدكتور وبيعذبه وبيأمره انه يخرج الفيروس من جسم هاتي.
هاتي، لكن الدكتور بيعرفه ان ده خطير جدا ومش بالساهل، وبيقدروا شو هوبس يوصلوا لزعيمة العصابة واللي بيكون اسمها مارجريتا، وبيعرفوها بالمنظمة اللي هم عاوزين يخترقوها، وهي بتقول لهم ان ده مكان سهل بالنسبة لها وهتقدر تدخلهم وتزودهم بالاسلحة في المهمة دي، وبتديلهم مظلات وسماعات مشفرة يتواصلوا بيها مع بعض، وواقي رصاص واسلحة كتير، وكاميرات بتخترق الاشعة تحت الحمراء، واخر حاجة قنبلة هيدروجينية مضغوطة، وبيعملوا خطة على ريكستون، وبتروح الزعيمة تسلمه هاتي علشان يقدروا يحددوا موقعها، وبتكون هاتي في طريقها للمختبر مع ريكستون ورجالته، وبيركب هوبس وشو طيارة وبينطوا منها بعد العد 3 وبينزلوا بالباراشوتات على المختبر، وبيجهزوا اسلحتهم، وبيشغل هوبس القنبلة الهيدروجينية وبيكون قدامها 45 دقيقة وتنفجر في المكان. وفي الطريق للمختبر هاتي بتسأل ريكستون ان كان بيستمتع بقتل الناس، وهو بيعرفها ان هم بيخلصوا على حياة الناس الضعيفة علشان ينشروا التطور الآلي، ويدخلها للأوضة الطبية اللي هيستخرجوا منها الفيروس. وقتها بتشوف الدكتور قدامها وبيختار هوبس وشو كل واحد فيهم باب يدخل منه، ومن خلال الكاميرات بيشوف شو ان الباب اللي هيدخلوا فيه ناس اكتر، وبيكون عاوز يبدله مع هوبس، لكن هوبس بيرفض وبيدخلوا شو، وبيكون قدامه مجموعة وبيفضل يضربهم وبيلاكمهم واحد ورا التاني، لكن هوبس بيكون بيقابل واحد بس وبيكون ضخم جدا وماسك آلة حادة في ايديه، لكن هوبس بيضربه ضربة واحدة وبيفقدوا الوعي وبيفضل يسحبه ناحية الباب، وشو بيكون لسه بيتخانق مع الباقيين وبيضربهم بكل قوة وبيكهربهم بالعصاية الكهربائية اللي معاه، وبيسحب واحد منهم هو كمان، وبيوصل هوبس للباب وبيقدر هوبس يفتح بابه، وده من خلال بصمة الراجل اللي معاه. اما شو البصمة عنده ما بتكونش مناسبة، وبيفضل يجرب كل واحد من اللي ضربهم لحد ما اخيرا بيقدر يفتح الباب، ولما بيدخلوا بيشوفوا ان فريق ايتون كله منتظرهم وبيحاصروهم، وبيحييهم ريكستون ان هم قدروا يوصلوا للمختبر، وبتكون هاتي في اوضه العمليات مربوطه بالكلبشات، لكنها باستخدام السلسله بتاعتها بتقدر انها تفك الكلبشات، وبتضرب الاثنين اللي كانوا بيراقبوها، وبتسرق الجهاز اللي هيخرج الفيروس من جسمها، وبتعرف الدكتور ان هي هتطلع الفيروس بنفسها، وبيساعدها تخرج من المكان وبيأمن لها الطريق، وهي بتضرب اللي بتقابله من المنظمه، وبتقدر في الاخر تتنكر هي والدكتور في لبس المنظمه، ولما بتوصل للعربيه اللي هي هتهرب بيها بتسمع صوت هوبس وشو هما بيتعذبوا، وبيكونوا مربوطين بسلاسل، وبيفضل ريكستون يعذبهم بصاعق الكهرباء، وبيطلب منهم ينضموا للمنظمه ويتجندوا وبيكونوا رافضين، وبيفضل يضربهم وبيلاحظ انهم مش متفاهمين مع بعض، وبيفضل يستهزأ بيهم عشان مصير العالم كله في ايديهم، رغم كده بيتخانقوا سوا، فبيعملوا خطه عليه وبيقولوا له ان هم موافقين ينضموا ليهم وهيكونوا من افراد ايتون. وهنا بتدخل هاتي وبتهدد ريكستون وفريقه بالمسدس، لكن هو بيعرفها ان المسدس ما بيشتغلش غير ببصمتهم هم، فبيحصل اشتباك عنيف بينهم، وبيقدر هوبس وشو يحرروا نفسهم من السلاسل، وبيتقاتلوا مع ريكستون ورجالته، وهاتي بتاخد سلاحها وبتفضل تموت فيهم، وبتقدر تركب عربيه مع هوبس وشو، وبتعرفهم ان الجهاز في العربيه اللي قدامهم، وبينط هوبس العربيه الثانيه علشان يجيبه، وبيفضل ريكستون يطاردهم وبيجري وراهم بالموتوسيكل بتاعه. وقتها القنبله بتنفجر في المكان وبيهربوا منه بسرعه، لكن ريكستون بيفضل وراهم وبيطارد شو هاتي بالطيارات الالكترونيه واللي بتضرب عليهم نار، وشو بيسال اخته هاتي لو كانت هي بتثق فيه، وبيخليها تنط لعربيه هوبس وهو بيلحقها وبيركبها جنبه، ويفضل ريكستون يطارد شو، وبيقدر شو ينط بعربيته على عربيه هوبس، وبتكون المباني وراهم بتتدمر بسبب القنبله، وبتتولى هاتي قياده العربيه، وبيطلع هوبس مع شو يتقاتلوا مع ريكستون واللي بينط على عربيتهم هو كمان، لكن كالعاده بيكون قوي جدا وبيوجه لهم ضربات قويه، ولكن لحسن حظهم بيقع عليه مبنى وبيقدروا يهربوا بالعربيه من المكان بسرعه، وللاسف الجهاز بيكون متدمر منهم، وهاتي بتفقد الامل في انقاذها، وبتطلب من اخوها يستعمل الحل التاني ويقتلها ويحرق جثتها، لكن هو بيرفض وبيقول لها ان هم لسه ما فشلوش وانها ما ينفعش تستسلم وانه هينقذها مهما حصل، فبتقول له ان هي بقى قدامها يوم واحد بس وهتموت. وهنا بيقترح عليهم هوبس ان هو يوديهم لمكان امن، وهناك هيقدروا ان هم يصلحوا الجهاز وبيكون ده وطنه الاصلي. ولما بيوصلوا لهناك بيكون هوبس قلقان ومتوتر في الاول من اخواته، ولما بيخبط عليهم الباب بيقابل اخوه بلكمه قويه على وشه بيوقعه من على السلالم، وبيكون متعصب منه لان هو سمع في الاخبار ان هو ارهابي، وكمان الشرطه جت للمكان وسالت عليه وانه غاب عنهم 25 سنه، ولما رجع جاب العار لعيلته كلها، وده بسبب عملياته الاجراميه، وبيفضل يتخانق معاه لكن امه بتتدخل وبتزعق له، وبتتفاجئ لما بتشوف ابنها وبترحب بيه، واخوه بيكون لسه متضايق منه وبيقول له ان هو جاي وجايب معاه مشاكل ومصايب ليهم، وهو بيحاول يفهمه انه اللي سمعوا عنه كله غلط، وانهم دلوقتي بيواجهوا منظمه خطيره وهتنشر فيروس مميت هينهي على البشريه في اقل من اسبوع، ولازم يساعدوه يصلح الآلة اللي معاه وينقذوهم وينقذوا العالم كله من الخطر. لكن اخوه ما بيكونش مصدقه وبيطلب منه يمشي من المكان باصحابه وما يرجعش لهنا تاني، وهنا امه بتتدخل وبتزعق لابنها وبتقول له ان هم هيساعدوا هوبس لان هو في الاخر واحد منهم ومهما حصل هيدعموه في مشاكله. وبنشوف ريكستون وهو بيعيب برمجته وبيكون اقوى بكتير من الاول، والرئيس المره دي بيوكله ان هو يرجع الفيروس وبس، لانه شاف انه مش قادر يجند هوبس
هوبس وشو، وبيقدر يوصل لمكانهم وبيعرف ان هم في وطن هوبس الاصلي، وبيتوجه برجالته لهناك. واخو هوبس بياخده للورشه بتاعته اللي بيصلح فيها جميع انواع العربيات، وهوبس بيعرف هاتي ان ابوهم زمان كان حرامي وكان بيسرق العربيات، وبسبب ده سلمه للشرطه علشان عيلته ما تتاذيش، وقرر بعدها هيبعد عنهم نهائي. لكن بيتفاجئ لما بيدخل للورشه وبيلاقيهم طوروا من نفسهم وعندهم معدات كويسه جدا. فاخوه بيعرفوا ان كل شغلهم بقى قانوني، والكل بيجي للمكان عندهم علشان يصلح الحاجات. وبيبدا اخوه يتولى تصليح الجهاز. في نفس الوقت هوبس بياخد شو هاتي للمكان اللي هم حاطين فيه الاسلحه بتاعتهم، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي الاسلحه بدائيه. فبيسال امه عن الاسلحه وهي بتعرفه ان هي اتخلصت منها للامان. وهنا بيواجهوا مشكله علشان لو ريكستون هجم عليهم هو ورجالته مش هيقدروا يصمدوا قدامهم. فبيبداوا يعملوا خطه، وهاتي بتبدا تخترق نظام الاسلحه لمنظمه ايتون علشان تعطلها. وهوبس وشو بمساعده كل القبيله بيبداوا يعملوا الغام وفخاخ على الطريق اللي ريكستون ممكن يعدي من عليه، وبيحطوا متفجرات في عربيات الخرده. والاول مره بنشوف هوبس وشو متفقين سوا وبيساعدوا بعض. وبتقدر هاتي تخترق نظام الاسلحه وبتعرفهم ان هي هتقدر تعطلها لمده 6 دقايق وبس من ساعه الهجوم. وهاتي بتتكلم مع هوبس وبتقول له يستمتع معاها بمنظر الغروب، وده لانه ممكن يكون اخر غروب هيشوفوه. وهو بيوعدها ان هو هيحميها، ويبان ان هما بداوا يحبوا بعض. وبيروح هوبس يعتذر من اخواته وبيقول لهم ان هو اسف على كل اللي عمله، وان هو سابهم ومشي من 25 سنه. وبيوعدوا لو اليوم ده عدى على خير هيرجع يعيش معاهم من تاني. وبيحضنه وبيقدر اخوه انه يشغل الاله، وبيركبها في ايد هاتي وبتبدا تسحب الفيروس. وبيكون قدامها 20 دقيقه وتنتهي. وبيوصل لهم انذار ان ريكستون دخل للمكان، وبيطلعوا يواجهوه. ولما بينزل هو ورجالته بيوجهوا اسلحتهم عليهم. وبتقدر هاتي تعطل النظام وبتفرح القبيله وبيهجموا على رجاله ريكستون وبيضربوهم بالالات الحاده اللي معاهم. وبينشغل ريكستون بقتالهم. وبيروحوا اتنين يهجموا على هاتي لكن شو بيساعدها، وبيخرجوا من المكان قبل ما ينفجر. وبينشغل في ضرب الباقي هو وهوبس، وبتكون قوتها بدات تقل بسبب سحب الدم منها وما بتكونش مركزه. وبيقدر ريكستون يقبض عليها وبيقدر يركبها مع الطياره الهليكوبتر. وبيلاحظوه هوبس وشو وبيركبوا عربيه وبيجروا ورا الطياره. وبيقدر هوبس يربط الطياره بسلاسل قويه وبيمنعه يطير، لكن ريكستون بيزود السرعه وبيرفع العربيه بتاعتهم. وبيجي باقي رجاله القبيله بعربياتهم وبيشدوا عربيه هوبس وشو. مش بيقدر ريكستون يطير بالطياره. وقتها الوقت بينتهي والاسلحه بتشتغل من تاني، ورجاله ريكستون بيضربوا عليهم نار. لكن بتوع الطياره بريكستون وهاتي من على المنحدر، وبينزل وراهم هوبس وشو. وبيوكل ريكستون واحد يراقب هاتي لحد ما الفيروس يخرج منها وبعدها يقتلها. وبيدخل في قتال قوي مع هوبس وشو، وكالعاده بيكون اقوى منهم وبيقدر انه يتفادى ضرباتهم. لكن هم في الاخر بيعملوا عليه خطه وبيقدروا يدرسوا هجماته وبيضربوه في وقت واحد، وبيضعفوا النظام اللي هو شغال عليه وبيقدروا يضعفوا قوته. وبيكون قدام شو فرصه ان هو يخلص عليه لكن هو بيرفض. ورئيس ايتون بيفك نظام تشغيل ريكستون وبيقع في الميه وبيموت. وبتقدر هاتي تموت الشخص اللي كان بيراقبها، وبتكون نجحت في اخراج الفيروس من جسمها. واخيرا بتنجح مهمتهم. وبنشوف هوبس وهو واخد بنته على القبيله، ولما بتشوفها جدتها بتفرح بيها وبتحضنها. وبيقرر ان هو يعيش وسطهم. وشو وهاتي بيزوروا امهم في السجن وبيدوا لها انبوبه الفيروس في الكيكه. وبتفرح ان هم اخيرا اتجمعوا سوا وانهوا خلافهم. وبتقرر ان هي تخرج من السجن وبيخلص فيلمنا. لو الفيلم عجبك ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.